لبنى هي في دارها، يعني ما كاين لاش ترحل معايا لبنى، تبقى تما، وانا ولبنى في الدار ديالها، ومنين يشق ليه ولا المهم فين ما غادا نمشي نجلس تما واحد اليومين ولا 3 ايام، ولا المهم ديك الساعات يكون خير. انما لبنى ما عندهاش ترحل، ما عندهاش دير هاد الدار هذه جديده، ما كاين لاش، يعني تبقى في دارها من الاحسن، من الاحسن تبقى في دارها مرتاحه في دارها مستقره بخير وعلى خير، الله يعاونها. انا ما غنهز حتى شي حاجه، كلشي غادي نخليه لها، وكما قلت لكم اي حاجه غنشريها جديده وبشويه عليا وصافي، ما عندناش نخليها لولادي فين بحال دابا فاش تجي فاطمه الزهراء ان شاء الله تقاد امورها وتجي تلقى الدار فين تستراح، تلقى الدار فين تجلس. المهم بزاف يعني غادي نخليوها ان شاء الله احتياط سكور بزاف ديال الامور، يعني غتحتاج. ولبنى من الاحسن اللي تبقى في دارها، وانا هنا معاها بطبيعه الحال، وحنا هنا ما كاين حتى مشكل، يعني ما هكا غادي نتمشاو، هكا غتستمر الحياه، يعني ما عندهاش لبنى غترحل، ما كاين لاش. وحتى هي سبحان الله العظيم بحال هي ما يعني بدلتني نفس الشعور نفس الراي، قالت لي من الاحسن صافي هكا نبقى انا في داري هنايا، وانت المهم بقى دارك وصوبها، وغتحتاجها وتلقاها بطبيعه الحال، غتنفعني يعني ولادي بزاف ديال الامور، فاطمه الزهراء فاش تجي ان شاء الله تلقى فين تجلس، بزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبه للموضوع ديالي انا ولبنى، كيفاش حتى فتحنا الاتصال، ما نكذبش عليكم وما نخبعش عليكم، في ذاك الاول ما كنتش كنتواصل معها، وفي هذا مؤخرا دابا داز واحد التواصل بيني وبينها، وما يعني ما لقيناش صعوبه، يعني دغيا الانسان اللي كيكون كيتفهم ما كتلقاش معاه مشكل. جيتها من خلاصه الكلام، انا قلت لها شوف بنت الناس غنجيك من خلاصه الكلام، وتقبلت هي كلامي، عاوتاني حتى هي عطاتني الخلاصه ديالها حتى هي وتقبلت كلامها، يعني ما لقيناش المشكل مع بعضياتنا. انا قلت لها شوف بنت الناس، خلاصه الكلام راه ما عندي لين عليك وانت ما عندك لين عليا، بلا ما نبقاو كنضيعوا الوقت، هذه راه كنسميها غير اضاعه الوقت، كنضيعوا الوقت وصافي مع بعضياتنا وكنتفلاو على بعضياتنا. انا ما عندي لين عليك وانت ما عندك لين عليا، بلا ما نضيعوا الوقت. انا راه كلشي راه كيستيه وسمعتيه، انا ندمت وعبرت على الندم ديالي، وان شاء الله هادشي ما يتكررش صافي. باش جاوبتني هي حتى هي عرفتني، حتى هي جاتني من ملخص لخصت لي كلامها في 2 كلمات، وقلت لها عندك الحق. المهم هي قالت لي عندك الحق، ما عندي لين عليك وانت ما عندك لين عليا، يعني انا وياك سبحان الله لبعضياتنا، مهما كانت الظروف ومهما كان الخطا، مهما كان ماشي مشكل، ولكن كتبقى حاجه. قلت لها شنو؟ قالت لك خصك تكبر بيا، خصك ترد لي الاعتبار، خصك يعني ما نخرجش انا من هذا الشيء هذا غير هكاك يعني. قلت لها عندك الحق بكل بساطه، وعندها الحق، وتستاهل.